النهاردة معدنا نقرأ من التوراة حكاية النبي إبراهيم من التوراة ذاتها، ونشوف إيه اللي قالته التوراة والشائع في أذهاننا نقارنه بيه. إحنا الشائع في أذهاننا إنه النبي إبراهيم خرج من العراق من حتة سموها أور الكلدانية، خرج طلع على حران التركية ونزل على فلسطين جنوبا وعدى على مصر اللي هي سموها مصر اللي هي ايجيبت، ونزل بعد كده إلى جزيرة العرب وكان فيها مقام. طبعا الرحلة دي لو نحسبها كده بالكيلومترات، لو طيارة هتاخدها دلوقتي حد في سنه زي ما بتقول التوراة إنه ابن 99، لو فرضنا التقويم ده مظبوط شمسي، يعني استحالة بني آدم يعملها بالطيارة في السن ده. وده كمان برضو احنا محتاجين نعرف نوع التقويم اللي اتكلمت عنه التوراة في تقدير عمر النبي إبراهيم. هنناقش كل الأمور والتفاصيل دي. جاهزين ننطلق؟ هيا بنا. بتقول لنا التوراة إن العابر إبراهيم كان في بابل الكلدان، ولما تزعمها نمرود ابن كوش ابن كنعان ابن حام اضطهد الموحدين ودعا لعبادة البعل وعشتار، فغادرها إبراهيم بعد أن هدده نمرود بإحراقه حي، فذهب إلى حران مركز عشيرته من العرب الأراميين على وادي الثرات. وبابل كانت تدعى بابلون أي بابل الصغرى، يعني اللي احنا حكيناها قبل كده بابل المحطة، لأن الواو والنون للتصغير علشان تفرقها عن بابل عاصمة الدولة المركزية. اتوجد في النص السبعيني باليونانية باللفظ ده بابلون، لكن اترجمت على إنها بابل العراق دلوقتي. وطبعا معروف إن بابل العراق لم يحكمها أبدا ولا في أي أثر حد اسمه نمرود أو من نسل حام. وبابلون دي المحطة اللي كانت تقع على نهر كبار الوثني، أو باللهجة بالمحلية بيسموها كفار الباء والفاء الوثني عابد الأصنام. وهي نفس المدينة دي بابل اللي أجلى إليها نبوخذ نصر بعد كده سكان محطة أورشليم. كان في محطة اسمها أورشليم في الجنوب، والله مش فوق خالص يعني. فأورشليم دي كانت تحت في الجنوب برضو، كانت محطة بتعدي عليها قوافل، فدي اللي اتنقل ليها الناس اللي تم إجلائهم على إيد نبوخذ نصر. ونقرأ هنا في نبوءة حزقيال اللي كان واحد من المجليين، بيقول إيه فيها؟ وكانت كلمة الرب إلى حزقيال بن يوزي الكاهن في أرض الكلدانيين على نهر كبار، وأتيت إلى الجلاء عند تل السنبلة إلى الساكنين على نهر كبار إذ كان هناك مسكنهم. ونهر كبار ده هو اللي بيرفد من نهر الثرات قبل التقائه بوادي رانيا في المنطقة اللي سميت في التوراة ما بين النهرين، وهي بالعربية القديمة ميسوفوتاميا. في القاموس الكلداني ميسو أو مسعو تعني وسط، وفوتامي يعني الأنهار أو الخصب، وهي من الفعل فطم فطامة ويعني أخصب، نعم، رفة، روى، ومنها الاسم العربي فطم أو فاطم أو فاطمة اللي هي لسه موجودة لحد دلوقتي من أسماء ديانة الخصب العربية القديمة واستمرت إلى اليوم. فيكون معنى الكلمتين وسط الخصب أي وسط الأنهار. إذن بلاد ما بين النهرين هي جنوبا تحت، لكن التزوير نقلها لنا فوق، سمى لنا العراق ما بين النهرين، بلاد ما بين النهرين. العراق عمرها ما عرفت اسم ما بين النهرين في أي مدونات سابقة لعصر التزوير. وبنقرأ كمان من التوراة إن بابلون دي كانت تقع إلى الشرق من أورشليم. وبنقرأ بنكمل من التوراة ومن حران التي هي مركز عشيرة إبراهيم الآرامية انتقل مع زوجته سارة وابن أخيه لوط بأغنامهم ومواشيهم غربا إلى أرض عشائر الكنعانيين، لأن المراعي أجدبت في فدان أرام التي تدعى أرض برية أرام شرقي وادي الثرات. وقد رفض أبوه أن يغادر مركز العشيرة معه، وظل على عقيدته في صناعة الأصنام والتعبد لها.
وهنا طبيعي إن حركة إبراهيم بمواشيه حركة رعوية، لا سيما إنه الأغنام والأبقار يعني ما تقدرش على المسافات البعيدة، وبالتالي إحنا بنتعامل مع أماكن وتسميات صغيرة جدا، مضارب خيام، حاجات بالمعايير الجغرافية يعني ميكروسكوبية، من مضرب فلان لخيمة فلان لبئر كذا لبلوطة كذا لشجرة البطم وغيرها. وإن المواقع والتسميات اللي هتمر بينا كده هي موقع العشيرة أو المحطة. ونكمل مع التوراة. إن النبي إبراهيم أخذوا زوجته امرأته ولوط ابن أخيه وجميع أموالهم اللي اقتنيوها والنفوس اللي امتلكوها في حران، وخرجوا إلى موقع شكيم، وشكيم ده اسم شخص هو شكيم ابن يحمور، وإلى بلوطة مورا والكنعانيين حينئذ في الأرض. فتجلى الرب لإبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. ومن هنا تبدأ القصة مع اللي جرى نفخه وتضخيمه، وسمي بعد كده بأرض الميعاد اللي هيكون لنا معاها وقفة في النهاية بإذن الله. وانتقل من هناك إلى الجبل وضرب خباؤه، وكان جوع في الأرض، فهبط إبرام إلى مصر لينزل هناك إذ اشتد الجوع في الأرض. ومن هناك وصل النبي إبراهيم لمصر التوراتية أو عشيرة المصريين. مصر بالكلدانية هي مصر أو بلهجة بني المشرق، وبلهجة الكنعانيين في جبل غامد مصرايم، وتعني المصريين أو عشيرة المصريين. وهي بتقع على تل أو ربوة فيها نبعة ماء، وبيجري فيها وادي سيلي بينضب في الصيف، وينحدر إلى الغرب باتجاه البحر الأحمر، ويدعى وادي مصرايم أو وادي شيحور. وهناك في عشرات المواضع في التوراة بتأكد أن مصر المقصودة هي قرية أو بلدة عشيرة المصريين من أبناء حام. وكمان نشير إيه بالضبط عشيرة المصريين دي موجودة فين. نشوف قصة إرسال يعقوب لبنيه من أرض كنعان إلى مصر لشراء بعض القوت، فذهبوا على حميرهم 7 مرات بين ذهاب وإياب من أجل القوت، لأن أخاهم يوسف كان قائما على خزائن فرعون يبيع الحبوب، ولقد طلب منهم أن يعودوا إليه بأخيه الصغير دون أن يعرفهم على نفسه، وعادوا إلى أبيهم بهذا الطلب، وجاد لهم أبوهم يعقوب بهذا. فقال يهوذا لأبيه أنا أضمنه من يدي تطلبه، إنه لولا أن تلبثنا لكنا الآن قد رجعنا مرتين. وده أحسن دليل إن المصريين والكنعانيين عشيرتين متجاورتين زي قريتين أو مضربين للخيام، وهي مش مصر وادي النيل أبدا ولا فلسطين. وفرعون محطة مصر زمن إبراهيم زي ما قال لنا الطبري في تاريخه، إنهم ثم مضوا إلى مصر فوجدوا بها فرعونا من فراعنتها، هو سنان ابن علوان ابن عبيد ابن عويج ابن عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح. فمش عارفة الاسم ده نعرف نركبه ازاي على مصر، سواء كان اسم أو لقب فرعون. وأما فرعونها في زمن يوسف بيقول لنا الطبري اسمه الريان ابن الوليد ابن ثروان ابن أراشة ابن قاران ابن عمرو ابن عمليق ابن لاوذ ابن سام ابن نوح، وإن هذا الملك آمن ثم مات. والريان ابن الوليد هو الجد الرابع للسيدة آسيا بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان امرأة فرعون موسى، وهي كانت موحدة وهو كان مشرك اللي هنشوفه بعد كده. وهي دي نفسها مصرايم اللي احتمت بيها السيدة مريم هي وطفلها وهي بتهرب من الملاحقات من وكيل محطة أورشليم. بيقول لنا الطبري واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف وورد أرض مصر، فهي الربوة التي قال الله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. إذن السيدة مريم ابنة عمران أخت هارون ابن عمران أخت موسى ابن عمران وأمهم، وكل دول آل عمران اللي قال لنا عليهم القرآن. والحادثة دي حصلت في أعقاب موسى مباشرة، لما السيدة مريم اللي عدت سن الزواج والخلفة جابت كلمة الله عيسى ابن مريم.
وهو ده اللي هربت بيه لمصرايم المحطة. زي ما شفنا هي دي مصرايم اللي عاشوا فيها، مش إيجيبت، لأن إحنا وقتها ما كانش اسمنا مصر. ونتابع رحلة النبي إبراهيم. بتقول لنا التوراة: ثم شخص إبرام من مصر هو وامرأته وكل ماله ولوط معه إلى الجنوب إلى بيت إيل، إلى الموضع الذي كان فيه خباؤه في أرض الكنعانيين. ناخد بالنا هنا توجه جنوب، فأنهي أرض كنعان دي؟ إذا كانت في فلسطين أو في سوريا اللي هي جنوب مصر. إذا مصر مش هي مصر اللي بيقولوا لنا عليها. نكمل. ولما ضاق المرعى بمواشي إبراهيم ولوط طلب إبراهيم من ابن أخيه أن يختار مرعى آخر لمواشيه. وكان أيضا للوط السائر مع إبرام غنم وبقر وخيام، فلم يحتمل ضيق الأرض أن يقيم فيها معا. فكانت خصومة بين رعاة ماشية إبرام ورعاة ماشية لوط، والكنعانيون والفرزيون حينئذ مقيمون في الأرض. فقال إبرام للوط: لا تكن خصومة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، إنما نحن رجلان أخوان، أليست الأرض كلها بين يديك؟ اعتزل عني، إما إلى الشمال فأتيمن أو إلى اليمين فأتيسر. فاختار لوط لنفسه مكانا إلى المشرق، وأقام إبرام في أرض كنعان. وقال الرب لإبرام بعد أن فارقه لوط: ارفع طرفك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إن جميع الأرض التي تراها لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. فانتقل إبرام بخيامه حتى جاء وأقام في بلوط ممرة، ثم يحدد له هذا المكان المرعى في موضع آخر من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. ده اللي مكتوب في التوراة الحقيقة. وفي إمكان أي حد مننا يتصور إزاي إبرام الواقف قدام باب خيمته تحت بلوطات ممرة يرى من الفرات إلى النيل، زي ما حصل في التزوير الصهيوني. والحقيقة أن مرعى إبراهيم كان في سفوح جبل من بلاد غامد، بيطل يمين أو غرب على قرية المصريين، ويسارا أو شرقا على وادي الثرات من الجبال دي، وبينحدر شرقا صوب برية العرب. كل ده احنا بنفكر انه لا علاقة ليهود العالم بإبراهيم العربي الأرامي ولا بوعود الرب له أيا كانت، لأن اللي موجودين زي ما قلنا لا ينتموا لإبراهيم، يعني 15% بس كده اللي مشكوك في نسبهم كمان. فوإحنا بنشوف الحادثة دي بين إبراهيم ولوط إن المرعى داق بيهم، فده بيدلنا إن الدنيا ضيقة، يعني عشاير، مضارب خيام، حاجات كده، يعني مناطق جغرافية صغيرة جدا بيتخانقوا فيها على المراعي. فمنين جت النيل والفرات؟ وبص يمين وشمال وفوق وتحت من النيل للفرات يعني. وبعدين كان ربنا بيكلم شخص واحد هيديله آلاف الكيلومترات كده، طب هيعيشوا فيها ازاي وامتى يعني؟ كمان ناخد بالنا إن مفيش أي مكتشفات أثرية من أقصى شمال سوريا لحد جنوبها بتشير لأي وجود كنعاني فيها. مفيش أي ذكر الكنعان. في بعض زعموا إن في آثار مكتشفة تمثال إدريمي في الألاخ، بيقولوا لك لقوا عليه كلمة قنياني، فترجموها كنعاني، وهي بتعني مقتنياتي. قنياني لحد دلوقتي حتى اللفظ متداول هناك، إنها بتعني مقتنياتي، ملكي، ومش كنعان. بس المستشرقين هم اللي نقلوا الأحداث التوراتية العشائرية الصغيرة الضيقة دي من منطقة عسير من شبه جزيرة العرب، حولوها لدول وشعوب وإمبراطوريات بتغطي مساحة سوريا الطبيعية كلها.
وحنشوف الحلقة الجاية إزاي المستشرقين لعبوا على أرض كنعان دي علشان يوطنوا فيها الخريطة الجغرافية العشائرية البدوية المتخلفة مكان سوريا الدولة المركزية. وحنشوف الحلقات الجاية إزاي الأنهار الفرعية نهر فرت ونهر دحاقل اتقلبوا بقدرة قادر بقوا الفرات ودجلة. هنشوف كل التسميات دي وبلاد ما بين النهرين اللي هي بين نهر الفرات ونهر رانيا مكان التقائهم ازاي اتنقلوا فوق بقوا في العراق. وهنشوف كل التسميات بلاد الرافدين اللي اخترعوها علشان يركبوا القصة على العراق. إلى اللقاء.